التعليقات السلبية من المصريين. يا أخ ذا سالم يا سوداني يا جميل، شفت الفيديوهات الإيجابية اللي أنت نشرتها عن تجربتك السياحية الإيجابية في مصر؟ أكدت إن هي بتعبر عن حب صادق مبني على لمسة إيجابية ولمسة حلوة أنت لمستها في بلدك التاني مصر. للأسف بقى إن حتى مع نشرك لتجربتك الإيجابية جوه مصر شفت بنفسي ردود أفعال سخيفة، تعليقات سلبية من ناس ما تفهمش حجم الترابط ما بين الشعبين، تعليقات سلبية من اللي تشككك في وعي الناس عن قيمة الترابط وهل لسه موجود في القلوب ولا لا، تعليقات سلبية من اللي خلتك تضطر إن أنت ترد على واحد سخيف قال لك كلمة سخيفة. عايز اقول لك ومن الاخر وبمنتهى الوضوح، التعليقات دي ما تزعلش نفسك منها ولا تخليها تأثر فيك لحظة. اللي كتب التعليقات دي يا اما عيال صغيرة، يا اما ناس لا فاهمة لا تاريخ ولا جغرافيا ولا اخوة، يا اما لجان الكترونية مدفوعة هدفها تكسر اي رابط ما بين الشعبين، توقع بينا احنا الاخوة اللي المفروض نكون سند لبعض. الشعب المصري الاصيل اهل مصر عمرهم ما يقبلوا اي كلمة من اللي اتكتبت في التعليقات، محدش فيهم يفكر لحظة ان اخوه السوداني مش مرحب بيه في مصر. على راسنا من فوق ونورت مصر، والكلام اللي اتقالك في التعليقات ده لا يمثلنا ولا يعبر عن الشعب المصري ولا يعبر عن اخلاق الشعب المصري، لا يمثلنا في علاقتنا ببلدك وشعبك. عارفين قيمه الاخوه اللي بين مصر والسودان كويس، وعارفين قيمه حجم الترابط ما بين الشعبين. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده هقوله لك عشان اطمنك ان انا كمصري عارف قيمه بلدك كويس، وعارف ان لو في ايديها قرارها كان زمانها في حته تانية خالص. عايزك دلوقتي تنسى الصوره العاديه اللي انت تعرفها عن اخوك السوداني، تنسى الظروف الصعبه اللي بيمر بيها حاليا، تنسى الوضع الغريب المريب اللي بيمر بيه السودان الشقيق دلوقتي. عايزك تتخيل معايا كده ايه كان ممكن يحصل لو السودان دوله مستقله بقرارها وبس دون اي تدخلات من اي حد. ركز معايا في الدقيقه دي، السودان دي مش بس بلد اشقائنا، سله غذاء العالم حرفيا. السودان عندها ارض زراعيه يخليها فعلا تقدر تكتفي، وبعد ما تكتفي تقدر تاكل الكوكب كله، مش بس افريقيا ولا الشرق الاوسط، لا الكوكب كله حرفيا. غير مناجم الذهب اللي بالطن مش بالجرام، مناجم باعداد مهوله اهل السودان نفسهم ما يعرفوش عنها حاجه، المغتصبين بس هم اللي عارفين وما اعلنوش عن اكتشافها. تخيل لو الموارد دي الارض والذهب كانوا في ايد السودانيين وكان قرارهم حر بنسبه 100%، والله السودان دي كان زمانها اقوى واغنى واشيك من اشيك دوله واغنى دوله في الخليج، اللي كده كده بتعتمد على البترول، والبترول هينفد في يوم من الايام. انت مش متخيل حجم وقيمه انتاج الارض السودانيه للزراعه وجودتها في الزراعه، دخل مستدام ومضمون وبيزيد وللابد. كان زمان المواطن السوداني ده اغنى مواطن عربي بيعيش في رفاهيه في بلد متقدمه بكل المقاييس. ساعتها كنا نتمنى ان السودان يكون جارنا مش بس اخونا ومن دوله شقيقه. لو كان المواطن السوداني قراره في ايده كنت هتلاقي مستثمرين من كل العالم بيجروا ورا المواطن السوداني. عشان كده لما تفكر في السودان والسودانيين ما تفكرش في السودان والسودانيين دلوقتي، فكر في الكنز اللي كانت ممكن تبقى عليه، حلم اللي اتسرق منهم، العيشه الكريمه اللي كانت هتوفرها اراضيهم واتحرموا منها. للاسف القوى اللي بتتحكم في الشرق الاوسط دلوقتي كان عينيهم على السودان من بدري، وشايفين ان الثروات دي لازم تتوزع عليهم مش على المواطنين السودانيين. قرروا ان هم يغتصبوا خير السودان، شكل وشأن واقتصادهم اتغير. لولا خير السودان اللي اتنهب ده عمر الدول دي ما كانت هتبقى دول عظمى، ولا كان اقتصادهم هيبقى بالحجم ده. للاسف ما سابوش الخير ده لاهل السودان، واللي بيحصل ده مش صدفه، ثروات اتسرقت عيني عينك من دول هدفها تفتت قوه السودان اللي في الوضع اللي هو فيه دلوقتي عشان هي تفضل مستفيده من خيره. عشان كده لما تفكر في السودان والسودانيين ما تفكرش في وضعهم دلوقتي، فكر في الوضع اللي كانوا المفروض يبقوا عليه. مفيش في ايدينا غير ان احنا ندعي لهم يا رب يردهم لبلادهم سالمين، بس على الاقل لازم تبقى عارف ليه هم بيحصل فيهم كده، ان هي دي قيمه السودان الحقيقيه.